ازيكم كلكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده صدور فراخ بانيه. البطل بتاعها صوص الباربيكيو بدل المكرونه والبانيه اللي احنا متعودين دايما ان احنا ناكلهم، تغيير عن المكرونه والبانيه والبطاطس المحمره. اكله صحيه فجدا لحر الصيف. اول حاجه هنجيب شرايح البانيه بتاعتنا، هنحط عليها باربيكيو صوص معلقه كبيره، ده البطل بتاع الوصفه. معلقه من الزبادي ممكن نستغنى عنها، معلقه كبيره من دبس الرمان، وعصير ليمونه كامله. وبعدين نحط التوابل، روزماري مجفف وزعتر مجفف، دول اساسيين بيدوا الفراخ طعم جميل. نحط كمان بصل باودر وتوم باودر وطبعا ملح وفلفل اسود، ونقلب التتبيله دي كلها كده مع بعض. ممكن نسيبها في التلاجة او نشتغل بيها على طول. وبعدين نيجي للتسويه، هنجيب اي طاسه نحط فيها معلقه من زيت الزيتون او اي زيت انتوا تحبوه. اول ما تسخن كويس جدا ننزل بشرايح البانيه، نديها صدمه كده عشان ما تنزلش ميه. اول ما تاخد لون كده من الجنبين نخرجها على طول. هي مش هتاخد اي وقت في التسوية، تقريبا 5 دقايق على كل جنب او 3 4 دقايق يعني، عشان هي متقطعة رفيع. زينت كده الطبق برشة من الكزبرة، طعمها جميل جدا، ريحتها حرفيا بتبقى قلب البيت. قدمتها مع باستا وبطاطس محشية بالفراخ والزيتون، شاركتها معاكم قبل كده في فيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. ودي كده وجبة تغيير عن المكرونة والبانيه، وانجوي.